كلكم طبعا عارفين ان انا من مملكه جبس مصر، بالاخص مملكه المسلمين لو هتتكلم بالاخص يعني. واخر فيديو ازاي جبس مصر يتجوز واحده جديده ويدخلها في المملكه ونفض للمسلمين خالص، وطلع الموضوع كله فيك. وانا كنت اتاخرت في تنزيل الفيديو لان انتوا عارفين ان انا بطايه، فانا اتاخرت في تنزيل الفيديو. بعد ما كنت نزلت الفيديو طلع ان في خلاص كان جبس مصر سيح لكل حاجه وبوظ كل حاجه. المهم خلينا نعمل ابحاثنا. ابحاث ايه؟ ما هو سايح لنفسه. المهم ان المسلم طلعت هي اللي بتصور فعلا، لان الفيديو اللي فات انا قلت يا خوفي لا تكون المسلمه هي اللي بتصور، على اساس ان هي تبقى عارفه يعني، بس مش لدرجه ان هي بتصور بجد. بس طلعت ان هي بتصور بجد. والاحضان اللي حصل، الكلام اللي حصل ده في سياق التمثيل، والحمل اللي حصل كمان لا ده ما كان فيك، ان شاء الله كان فيك. هتكون اجمل واحده باذن الله، باذن الله مع بعضين. والملكه نورت المملكه، منوره مملكتنا، منوره مملكتنا. انا مش عارف انا بتكلم بكل جديه كده ليه، بس انا حاسس ان انا طالبه معايا ان انا اتكلم بجديه. فيديو اسمه طلقت اصاله خلصت الحكايه. انا قلت خلاص هو الفيديو ده هيطلع يعمل فيه حوار ان هم اتطلقوا في اسبوع. ما اعرفش ايه العلاقه اللي بتنتهي في ساعتها دي، بس اوكي. السلام عليكم، معكم جبس مصر. عليكم السلام. والله العظيم انا عاجبني فيك حبك للدنيا. قلنا بقى ده خلاص بقى كده مستوى المقالب بقى دخل في ليفل الوحش. انتوا مش فاهمين، اصل هو كان ناوي يكمل في الموضوع اكتر من كده وما كملش لظروف خارجه عن ارادته. طبعا حصل تسييح. هو للاسف بقى له كام ترند مش عارف يظبط الترندات. الواد يعني بيصرف ويكلف وفي الاخر تبوظ منه خالص. هو تقريبا هنا قصلها شعرها. اسعي بقى سيتوبا. مال ما انا هقول لك ازاي. انت متخلف اصلا. لو انت زلمه طلق. قالت له لو انت زلمه طلق. انا مخموده. طبعا هي كده كانت هتقص شعرها اكيد طبعا، بس هو قال لك ايه، طالما احنا صناع محتوى مفيش حاجه بتعدي قصادنا عادي. طلق لو زلمه طلق عشان انا زهقت من الموضوع هذا. خلاص جدد بقى، جدد خلاص. عشان قصيت شعري. يعني ايه قص شعري؟ لا يا محمد مش راح. لا يا محمد انت قصيت شعري. يا بنت متخلف، انت مش زلمه اصلا. نعمل الفيلم ده كله مفيش مشكله، اطلع ان انا مراتك مفيش مشكله، نقعد كده بالمنظر ده مفيش اي مشكله، بس تقص شعري؟ لا هتقص شعري كمان؟ هتهب ولا ايه؟ انت لو فيك ذره كرامه ورجوليه طلقني يا ابن الناس. انت متاكده؟ متاكده يعني؟ خلاص تمام. يعني مش هطلقك كده عادي قدام الدنيا كلها؟ زمان كان الراجل بيتضايق بيطلق مراته خلاص، بتيجي في لحظه عصبيه وبيقول لها انت طالق، روحي انت طالق. خلاص يعني ده المنطقي برضه. بس هو لا مش هطلقك كده عادي. ثواني، طب ثواني هجدد الباقه واطلق. ما انا مش هطلقك كده على الفاضي بقى، ما احنا يوتيوبرز. جددت الباقه يلا يا جدعان، يا جدعان. أصالة طلبت الطلاق وقدامكم اهو. انت طالق يا أصالة. انت طالق يا اصلا قدامكم اهو في ستوري اهو الموبايل اهو. كبسوا يا جدعان، كبس. حد يبعت حوت. طلقت اصلا. باي باي. لا سيدي مش جايه يكون في عندك حاجه. المركب اللي تودي. انت بتزعق للناس في الستوري ليه؟ قدام الدنيا كلها. جامد قسما بالله، جامد يا كبوس. لا انا راجل و60 راجل، ده انا افضل راجل هتشوفيه في حياتي. صح والله صح. انا يا جدعان جبس مصر ده مثلي الاعلى. افتكر ان احنا متفقين في الفيديو بتاع الشوكولاته قدام الناس ومن غير قدام الناس. حصل في الفيديو بتاع الشوكولاته كنت متفقين. قلتها تاني وتالت ورابع وخامس بدماغك يا بنت الناس. بقى خلاص بقى راح يجيب الكاميرا. يا جدعان، رسمي نظمي عصمي، أصالة مش على ذمتي. مش على ذمتي. يلا واللي جاي منه في حوار يجيلي وانا ساكن في اللي عايز يجيلي يجيلي. في 60,000 60 داهية. هو رمى الكاميرا بعد ما خلص عليه. 60,000 داهية. لما يكون ما عندكش عقل. اتكلي على الله بقى، اسكتي. اسكتي بقى بلا وجع بقى دماغ بقى. المهم يعني بعد الفيديو ده نزل فيديو لام مسلم ما كناش اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. ام مسلم كانت بتصوت واخده بوكس، ما اعرفش البوكس ده كان علاقته بالموضوع ايه. ست مكسوره جوزها واخده واحده لبنانيه وقاعدين في مدينتي وعمالين يلعبوا في الشقه. اللي بيلبس مراته قمصان نوم في الفيديوهات انا ساكته. مهوره واحد جوزها متاخد منها قدام عينيها على السوشيال ميديا قدام الناس كلها. انت يا معفنه وانت يا معفن تجيبوا بنت رقاصه ولابسه قميص نوم. المشكله ان الكلام يبان بجد بجد يعني، ومحدش فعلا يقدر يتخيل ان مسلم توافق ان جوزها يعمل يعني. برضو موضوع غريب وقدام الناس. ازاي توافق ان جيبسي يعمل كل ده قدام الناس؟ بقالي 3 سنين
كل الناس بتتكلم عليا بالحلو. لايف والكلام ده لايف على الفيسبوك، ما مسلم طالعه محموقه والناس في الكومنتات ربنا معاكي. ده انا كنت في حمله احنا معاكي يا مسلم، ده انا كنت اول واحد في الهاشتاج يا مسلم. يعني انا مش عاوزه اقول الفاظ لان انا جبت اخري. ست مصريه محموقه دم الحامي. اكل بعمله كنت مستحمله معاه كتير بتاع حشيش وخليته يبطل. شردت. انا اقول لكم على حاجه، ودي يا ام مسلم، ودي الترند اللي فات ده فعلا كان حقيقي وكان بيجيب بنات وكان مزفت على خلاص يا مسلم هتف في وشنا مش كده. مش انا اللي اجري، مش انا اللي عليا متوته وبتعيط والله العظيم. اجري بالواد واروح اقدم له واروح ادفع له فلوس واروح اعمل. انا لما شفت اللايف ده انا كنت عايز اروح بنفسي اقدم لسليم في المدرسه. لا تعالى يا مسلم اشيلكوا على راسي انت يا سليم. انا بقالي اسبوعين على كده قسما عظما ما بشوفش النوم. الا بالله. في ناس كتير جدا وقفت لمدارس عشان خاطر والله يا مسلم هبربر والله. كان ناقص لي ورقه وهو بيسيبني بالورقه عشان ارجع له. والله انا كنت هعمل سندوتشات لسليم انا كنت خلاص اندمجت بجد يعني. شفت اللايف ده قلت البنت بس للاسف مش هيحصل. وعياط وبتعيط محموقه. مع مس نوم ام كباريه ديلو مبسوط وانت بتروح كباريه؟ مبسوط كده؟ ودي. المهم بعد اللايف ده كله، اللايف الحزين اللي انا شفته ده وانا اتاثرت بالموضوع جدا، اتفاجئ ان ام مسلم هي اللي كانت بتصور، واصلا ام مسلم هي اللي جايبه له اصاله اللي هي ما طلعتش اصاله اصلا. انتوا متخيلين الموضوع؟ طلعوا كانوا مأجرين اصاله علشان تعمل دور مرات جبس مصر الجديد. عايزين بقى نشوف بقى ايه اصاله طلعت قالت ايه. المهم هي اتخنقت منهم في لقطه حصلت، فقال لك ايه انا هطلع على التيك توك وهو يا بنت يا اصاله ايه يجي لك تكبيسات وحيتان واسود وبتاع. انت ما تكلميش هبه هو في يا مي. ده بقى صوت ام مسلم هي اللي عامله الفيلم ده كله. يا نهار اسود. لا انا مش صحوبيه ان انا اجي اشتمك يا هبه احلى فيشه صورت الفيديو ده واحلى فيشه نازل بسمعتك وبشرفك وجوزك يقول لي انتوا ايه الحوارات اللي انتوا عاملينها دي؟ انتوا عصابه على اليوتيوب؟ انتوا في ايه؟ انتوا تبع مين مع مين وفي ايه وليه واحنا بنعمل ايه هنا؟ شوفي يا احمد وشوفي مش عارف مين هو ايه ده. انا نسيت ان اليوتيوب بقى يتعمل عليه محتوى قسما بالله. عارفه كل حاجه انا ينفع. لا انت ما قلتليش انك انت هتعملي كده يا هبه. طلع بقى ان هم كانوا متفقين وطلعت شردت وعملت لايفات بقى وايه هاتك يا تكبيس على التيك توك. ومش حد هخطف جوزها وهي اللي كانت بتصورنا وبتعمل كل ده وهي اللي بتعمل كل ده واحنا لما صورت شرط في جبس وام مسلم واصحاب سليم في المدرسه شردت للعالم كله. ضيعت لجبس كل اللي كان بيعمله. الواد يا عيني مأجر طرق ومأجر وجايب سوشي صارف. تصدقوا تامنوا بالله انا ما صعبان عليا غير جبس مصر. بموضوع الخيانه هي اللي عامله كل ده وهي اللي بتصورني. ما هي فاتحه التيك توك تايهه خالص فتحته لايف دست على زر اللايف ومش فاهمه في ايه. يعني بليز كبسوا يا رب يجي حقي. يجي لك حقك ولا يجي لك حوت ولا انت عايزه اسد ولا ربنا عارف اللي جواتي وعارف نيتي. جواتك ايه؟ مش حامل ومش مرته ومش اي شيء. انا اكتر حاجه عجباني في الحوار ده الناس اللي لسه مصدقه لحد دلوقتي. الناس لا يا انت واخده الراجل. الناس دي ما بتشوفش ولا بتسمع. ما اعرفش الناس دي بتتفرج على يوتيوب ازاي وبيتفرجوا على يوتيوب ليه طالما انت واصل للمرحله دي من الاي كيو. يعني هي الست طالعه بتقول فيك وجيبس مصر على فيك وهو بيقول لها انت مش حامل ازاي؟ يعني انت مش حامل ازاي؟ انا استغليت تايهه مش فاهمه. شوفي يا اصاله انا مش اصاله انا اسمي انا مش اصاله يا جدعان. انا تايهه يا ولا حامل. انا فين وليه؟ ادخلي جيست كيف يعني ادخل جيست؟ ادخلي واحد بيقول ادخلي جيست. كل المحادثات طلعت الشات بقى وان جبس مصر كان متفق. هو استغل الموضوع ده عشان انا محتاجه فلوس. استغل ايه؟ ما انت وافقتي برضه. هو ايه اللي استغلك؟ عشان ما كل الناس بتبقى عايزه فلوس. هو مين مش عايز فلوس؟ يا ستي انت عندك ظروفك وحشه بس انت في الاول وفي الاخر انت اللي وافقتي. يعني انا استغلك ايه وما ضربكيش يعني. وطالعه اهو انت طالعه عايزه تكبيسات اهو. انا عايزه الموضوع يوصل لل1000 عشان اخد حقي. تاخدي حقك ايه؟ يعني انت عايزه حقك ايه؟ عايزه حقك ناشف يعني؟ عايزه اللايف هاد يطلع لل1,000,000 عشان اخد حقي. اللايف يطلع لل1,000,000. انت عايزه حقك اسود. عايزه حيتان يا خلبوسه. اللايف ده لما هو يوصل ل1,000,000 كده خدت حقها. وانا اتشتمت من واحده هي اللي جايباني. هي اللي نايمه على المخده مبسوطه ومرتاحه وانا اللي في حياتي اتبهدلت. انت عايزه ايه طيب؟ انا مش عايزه يتحبسوا عشان ولادهم عشان فعلا حرام. امال انت عايزه ايه؟ يعني انت لا عايزه تعملي بلاغ ولا عايزه اصلا تعملي. انت عايزه ايه؟ يعني عايزه حقك ايه؟ حقك الروحاني ولا عايزاهم يعملوا ايه؟ انا مش فاهم. مش عارفه. انا عايزه اخد حقي وبس مش عايزه يحصل لهم حاجه. انا عايزه حق ما اعرفش بقى. عايزه حق ايه؟ عايزه سبسكرايبرز. المهم بعد كل ده بقى ايه؟ جبس مصر نزل فيديو والله العظيم زي العسل. بسم الله
والصلاة والسلام على رسول الله. الكينج وصل لابس شورت ابيض وتيشيرت مشجر والدنيا جميله والنضاره ناقص له كوكتيله. انا بيعجبني روان جبس على فكره. أكبر نسبة بحث موجودة على الفيسبوك، أكبر نسبة بحث موجودة على جوجل. انا شامم ريحه نصيحه جايه. مين بقى أكبر نسبة بحث؟ هو جبس مصر. هو جبس مصر اكبر نسبه بحث. برافو كويس. الترند اللي هو فيه عائد على الناس بالإيجابي ولا بالسلبي؟ ده هنعرفه بقى مع بعض، هل عائد على الناس بالايجابي ولا بالسلبي؟ عشان الكلام اللي أنا هقوله لكم دلوقتي من النادر إن تلاقي حد يطلع يقوله. هو من نادر اصلا ان نلاقي الموضوع هو من نادر اصلا، انتوا نادرين جدا والله. الحمد لله إن أنا عرفت إن أنا أستغل الفترة اللي أنا موجود فيها ترند. يا الحمد لله. وراضي ضميري وراضي ربنا في المسؤولية اللي انت برضه وشك منور كده، حاسس انك رقت. كام شخصية عملوا نفس الموضوع اللي أنا عملته في الترند. ايوه نعم، يعني انت عايز ايه؟ مش فاهم. تنكروا ان اي حد بيجي يعمل ترند تقول على طول ده مسلسل الحلقه الاولى؟ يعني ما هي الناس كلها عارفه ان هو فيك، بس انت لسه برضه بتعمل حاجات فيك. الحمد لله ان انا عرفت اوصل رساله بناء على الترند اللي فات. انهي الرساله يا اسطى؟ فين الرساله؟ انا مش شايف اي رساله. لما تطلع منصه اخباريه زي اللي انا عرض لكم الصوره بتاعتها دلوقتي، ملايين المشاهدات وانا مش كسبان منها حاجه، هم اللي كسبانين وبيجي لهم فلوس. وانت ما بيجيلكش حاجه من الترند. ارباح الفيديوهات دي بنوديها لجمعيه الرساله اللي حضرتك عايز توصلها. يقولوا لك جاب لها شقه ب7 مليون جنيه. يقولوا لك جاب لها فستان ب3 مليون جنيه. بص مين الدليل اللي معاكم اللي يخليكم تطلعوا للناس كده وانتوا قناه اخباريه؟ بص الهزار بقى، صح؟ تقولوا للناس ب7 مليون جنيه. طب انا كمشاهد انا استفدت ايه من الموضوع ده؟ ايه بقى استفدت ايه؟ ان انت كده حطيتي جوايا طاقه سلبيه. ماشي، انت عايز ايه يعني؟ هي مشكله في الجرايد يعني، في الصحافه وكده يعني. هو بغض النظر هم اللي يكتبوا ايه علاقه ده بيه؟ نعم. الفستان ابو 3 مليون جنيه، الفستان كله على بعضه ب 5000 جنيه واخدين مقدار. يا لهوي على الصدمه. شوف الرساله بقى، شوف الرساله بتعلمك ان انت تأجر الفستان ب 5000 جنيه ولا خاتم الالماس ابو 5 مليون جنيه وهو اصلا ب 250 جنيه. دي رساله تانية دي. انتوا لو عايزين فعلا تاخدوا موقف فانتوا تاخدوا موقف للمهزله اللي بتحصل دي. تاخدوا موقف؟ محدش يسالني تاخدوا موقف ازاي، بس خدوا موقف من المهزله اللي بتحصل. انتوا جايين على انا تهت على فكره. انا واحد دلوقتي شقيت في كليتي وفي جامعتي من 4 ل 8 سنين، لما اشوف قناه اخباريه واشوف مواقع كتير بتنزل ان يا ابن اللعيبه ده طالع بيلوم الناس اصلا، مش بيلوم ده، هو طالع بعد كل ده هو طالع بيلوم الناس هم اصلا. ايه يا الدماغ؟ حصلتوا الشباب كلهم على تعليمهم. بيتكلم ان المشكله دلوقتي في التعليم. الفيلم اللي عمله هو وأصولة هو اللي هيصلح التعليم بقى، وصل الرساله، تصلح فعلا الموضوع. بتوصلوا لهم صوره ان اللي انتوا عملتوه ده كله غلط. وانت وصلت صوره ايه؟ صوره ايه اللي وصلتها؟ واللي جبس مصر واليوتيوبر والبلوجر اللي بيعملوه هو ده هو الصح. انتوا كده بتبنوا جيل. هو بيلوم مين يا اسطى؟ بقول لك يقوم اغسل وشك واستهدى بالله وتعالى كلمنا تاني. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. رايق انا مثلي الاعلى جبس مصر. طب ثواني والله كان في كومنت استنى اقراه لكم. هتقوم تجيب الكومنت ولا انت حاطه في الدولاب ولا حاجه ولا؟ ده فيديو لتامر حسني جايب 60,000 انما بتاع جبس مصر جايب 2 مليون. ما هو ده طبيعي يا معلم. هو انا دلوقتي لو لبست كلوت ونزلت في الشارع وفضلت الف في ميادين مصر كلها، ايه اللي هيحصل؟ ما هي جرايد هتتكلم، هيصوروا فيديوهات والفيديوهات هتنتشر وتجيب فيوز. هاجي اقول لك انا جايب فيوز الجامدين دول ما بيجيبوش مشاهدات وانا جايب مش هاجي اقول لك انا في حاجه غلط في دماغي لان انا بعمل حاجه غريبه، حاجه شاذه. فانت تزعل من المواقع اللي بتنشر الكلام ده. تزعل من المواقع مش من اللي بيعمل الحاجات اللي بتنشر. من المواقع لما تشوف اي حد طالع ترند تعالى نتكلم عنك. صح. المفروض لما جبس مصر اول فيديو نزله مع الاصاله كنت تخش على اليوم السابع تخش تقول لهم هو ازاي جبس مصر. انتوا لغايه دلوقتي لسه ما اقتنعتوش ان احنا اصبحنا في عصر الترند. ما اقتنعتوش؟ انتوا اغبياء ولا ايه؟ وانا بتكلم مع اغبياء وانا عندي مشتركين اغبياء ولا ايه؟ انتوا ما اقتنعتوش يالا بالحوار ده؟ احنا شعب طيب قوي وبنتعاطف وبنتأثر. تمثيل. احنا شعب طيب وانتوا طيبين، بس مش غلطتي. ولما بنيجي نتفرج على مسلسل احنا بنبقى عارفين ان هو تمثيل، ولما بيجي المشاهد مؤثره احنا بنتأثر وبنعيط. ليه بقى؟ عشان احنا عندنا مشاعر. ايوه عشان هم كاتبين ان هي تمثيليه وفي حاجه اسمها مسلسل مش حقيقي. بس لو محمد رمضان نزل فيديو مش مكتوب فيه ان هو مسلسل وبيعمل حاجه بجد، الناس هتاخده على انه بجد. ليه ما سالتوش نفسكم اخر 4 سنين اكبر نسبه طلاق حصلت في تاريخ مصر؟ انت بيلوم اللي بيتطلقوا يا جبس. انت مطلق 3 مرات من دخول السوشيال ميديا للبيوت المصريه. والغاز الطبيعي برضه لما دخل البيوت المصريه عمل مشاكل تسريب كتير. حياتكم كانت عامله ازاي قبل ما يخش التليفون البيت، وحياتكم بقت عامله ازاي بعد ما دخل التليفون البيت؟ هو عايز ايه؟ جاي مش تحل مشاكل الجمهوريه؟ قليل جدا اللي بيستخدم السوشيال ميديا في المكان الصح.
يعني نلغي النت يا جدعان، ولا ما تدفعش اشتراك الشهر الجاي خلاص كده. لما واحده دلوقتي تشوف واحد على السوشيال ميديا عمال يجيب لخطيبته وعاملين قصه حب، هي ذات نفسها خطيبها هيعمل لها الكلام ده. هو النقطه اللي هو بيتكلم فيها في الاخر دي صح يعني صراحه برضه، بس ده ايه علاقته بالموضوع؟ بس اللي بيظهر لكم على السوشيال ميديا هو الجانب الحلو اللي انتوا مش بتلاقوها عندكم ولا هتلاقوها عندكم اصلا، عشان هي مش موجوده في الواقع. ما تركزوا بقى. هو بيلومنا احنا في ايه يا اسطى؟ بالنسبه للناس اللي بتقعد تقول انتوا بتستخفوا بعقولنا، انتوا بتشتموا نفسكم. يعني ايه انا استخف بعقلك؟ يعني احنا الاغبياء علشان صدقنا كده. يعني انت تكذب على واحد صاحبك وصدقك وجي قال لك اصلا انت كدبت عليا، تقول له ما انت اللي غبي، ما انت ليه صدقتني؟ وابقى بحاول اقنعه وانا بكذب عليه، بس هو انت صدقت ليه؟ انت غبي ولا ايه؟ وقصه الحب اللي انتوا شايفينها بيني وبين اصاله ما كانتش موجوده. يعني انتوا دلوقتي عارفين ان اصاله مش اصاله. يعني احنا اللي غلطانين في الاخر وانتوا اللي غلطانين، الناس اللي بتتفرج دي غلطه وانتوا صح، وانتوا عصابه ولا ايه بقى؟ انا مش فاهم. طيب يا جدعان، سلام عليكم.